وهو الجو ده بقى محتاج إيه غير طاجن بطاطا كده يدفّينا وقمر زي ما أنتم شايفين كده، طاجن بطاطا مش أي طاجن بطاطا لأ، ده معمول بكريمة جميلة جدًا، جدًا، هتنقل الطاجن في حتّة تالتة خالص، ولا نشا ولا دقيق، شايفين عامل إزاي؟ بجد بقى يا جماعة خطير، شايفين شكله يفتح النِفس كده وأنتِ واقفة هتاكلي الطاجن ده كلّه مش هياخد معاكِ دقيقتين، اعملوا لايك وشير كتير للفيديو ده، ويالّا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله أول حاجة كده معايا كمية من البطاطا وفي الوصفة دي مش لازم أبدًا وزن، أي كمية بطاطا موجودة عندِك هتقشّريها، الأول طبعًا بنغسلها كويس جدًا وبعد كده بنقشّرها وبنقطّعها قطع صغيّرة بالشكل ده. تمام، وأنا مستخدمة يعني حوالي دول كانوا أقل من كيلو، ضِفت عليهم شوية مَيّة كده بُصّوا، مَيّة مغلية تكون باينة منها بس كده البطاطا، وضِفت عليها حوالي 3 معالق كبار من السُكّر، وطبعًا السُكّر على حسب رغبتِك، وهاقلّبهم كويس جدًا مع بعض، وهاهدّي عليهم النار واسيبهم مش لازم تغطّيهم ولا أي حاجة، هاسيبها لحد ما تشرب المَيّة دي كلّها خالص، تمام، حابة تبدّلي المَيّة باللبن تمام، براحتك زي ما أنتِ حابة. بعد بقى ما اتسلقت تمامًا وشربت المَيّة بتاعتها، حطيت لها معلقة من الزبدة وجبت الهراسة كده أو شوكة وابدئي إيه اهرسيها وخلّيها بيوريه بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. ضِفت بقى عليها شوية من جوز الهند حوالي 3 معالق و3 معالق من الزبيب، لو مش متوفر عندِك أو مش بتحبيهم بلاش، دي إضافات، حابة تضيفي مكسرات أو سوداني أو رشة قرفة براحتك خالص، كل دي إضافات. أنا ضِفت شوية من الفانيليا وخلاص على كده هي تمام. باحضّر بقى الطواجن بتاعتي من غير ما أدهنها ولا أي حاجة وأوزّع فيها كمية البطاطا بالشكل ده. تقدري تعمليها كلّها في صينية واحدة عادي جدًا براحتك زي ما أنتِ حابة، بس أنا قُلت بقى إيه كل واحد ياخد الطاجن بتاعه سخن كده ويتدفى في الجو البرد ده، فعشان كده حبيت أعملها في الطواجن، وبدأت أسويها بالشكل ده زي ما أنتم شايفين بمعلقة، كمية البطاطا تقريبًا نُص الطاجن تمام كده؟ تمام، خلاص كده ضبّطتهم، هاسيبهم بقى على جنب ونروح نعمل الكريمة اللي هتعجبكم جدًا إن شاء الله. معايا هنا كوبايتين من الحليب هاضيف عليهم 4 معالق كبار من السكر، وزي ما قُلت لكم السكر على حسب رغبتكم، تمام، بعد كده بقى هاضيف المكون اللي هيخلّيها في حتّة تالتة خالص 3 معالق كبار مليانين هرميين من السميد، السميد بتاع البسبوسة اللي مش عليه أي إضافات، تمام كده؟ على نار هادية جدًا بقى دي التركة بتاعة تسوية السميد، النار تكون هادية جدًا وإيدِك ما تسيبش التقليب، هو بياخد وقت شوية بس لازم يستوي ويغلي كويس جدًا عشان يدّيكِ طعم حلو، والسميد دايمًا بيحب ياخد فانيليا، فادّي له فانيليا كده حبّة حلوين أو باكيت فانيليا لو عندِك باودر ومعلقة كبيرة كده من الزبدة وكل ده وإحنا عمّالين نقلّب أنا عايزاها تغلي غلوتين 3، 4 كده عشان السميد يستوي، كل ده على نار هادية شايفين؟ بعد ما تغلي كده شايفين القوام بتاعها مش تقيل أوي زي ما أنتم شايفين شكله، هاخد بقى كده المهلبية بتاعتي وابتدي أصُبّها كده في القوالب زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، تمام؟ بعد كده هاروح بقى حاطاهم في صينية أو صاج كبير وأدخّلهم الفرن على درجة حرارة 200 بيقعدوا حوالي ربع ساعة وهي خدت لون لوحدها من غير ما نفتح عليها الشواية، ما خدتش معاكِ لون شغّلي لها الشواية تاخد معاكِ لون. بُصّوا بقى شكلها عامل إزاي، بجد خطيرة جدًا، على فكرة دي ما دخلتش التلاجة، دي مش بتدخل التلاجة، دي بتتاكل كده سخنة أو دافية، تمام؟ بُصّوا بقى القوام، أنا عايزة أورّيكم من قُرب كده القوام بتاعها حكاية يا جماعة، الكريمة رهيبة، بجد تستحق منكم التجربة وهتدعوا لي عليها من جمالها وحلاوتها، اعملوا لي لايك وشير لو الفيديو عجبكم، وبألف هنا وشفا وبس كده.